خاصة وأن هذه المقاربات النقدية المعاصرة تطورت وانتقلنا من المناهج النقدية السياقية والنسقية إلى النقد المعاصر الذي أصبح يحتفل بالبلاغة الجديدة والنقد الثقافي، وهي النقاط الأساسية التي من الممكن جدا أن تضفي طابعا قراءاتيا على النقد الجزائري المعاصر، باعتبار أن هذه المناهج النقدية الجديدة نقلت الاهتمام من الاهتمام بسيرة الكاتب والنص إلى المتلقي، أي هي تعطي الحيز الأوفر للمتلقي انطلاقا من معايير معاصرة تتمثل في مسألة التأثير والإقناع، وكيف تعمل النصوص السردية على استثارة المتلقي. وعلى هذا الأساس يبدو أن إشكالية الملتقى هي إشكالية غاية في